العاشرة تماما بتوقيت أسمرة. إلى حضراتكم النشرة الأخبار مستهلة إياها بالعناوين. وفد إريتريا الزائر للسودان يلتقي الفريق البرهان. دعوى المزارعين للإسراع في الحصاد. العمل لتحسين الخدمات الصحية النوعية في مستشفى بارنتو المرجعي. واشنطن تتهم عناصر استخباراتية روسية بشن هجمات سيبرانية. مباحثات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لإنقاذ مفاوضات ما بعد بريكسيت. وماكرون يستقبل رئيس الوزراء العراقي ويشدد على أهمية دعم سيادة بغداد. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. التقى وفد إريتريا على المستوى الزائر للسودان الذي يضم وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد يماني قبرآب ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وسلمه رسالة من فخامة الرئيس سياس أفورقي. تناولت رسالة الرئيس سياس أفورقي تعزيز العلاقات الثنائية والدفع بالتعاون الإقليمي. وأشاد رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان الموقف القوي الذي لا يتغير لإريتريا الداعم للسودان، مشددا على وجوب تطوير التعاون الأمني القائم بين البلدين. وأكد على الموقف الموحد لإريتريا والسودان عن أهمية اتخاذ الخطوات المتخذة لتعاون منطقة القرن الأفريقي. وقدم الوفد الإريتري التهنئة للشعب وحكومة السودان لخروج السودان من سجل الدول الراعية للإرهاب. والتقى وفد إريتريا برئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك ونائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دوغلو على كل على حدة. وأعرب الجانبان في اللقاءات عن الثقة التامة للتعاون الثنائي والإقليمي. دعت وزارة الزراعة المزارعين للإسراع في حصاد مزارعهم التي نضجت ثمارها تخوفا من إسراب الجراد المستمر انتشاره بتوسع وخطورة في دول الجوار. وأوضحت الوزارة في رسالة بعثتها لوكالة إيرنا أن إسراب الجراد دخلت الإقليم الجنوبي من دولة مجاورة من 18 من أكتوبر، وحطت في مساحات محدودة في مديريات عد القيح وميعيني وطرونة، وتبذل الجهود للسيطرة عليها بتضافر أعضاء قوات الدفاع والشعب وخبراء الزراعة. وأشار إلى وجود مخاطر ظهور الجراد باستمرار مستقبلا، ويجب على قيادات قوات الدفاع والإدارات والمهنيين الزراعيين إكمال الاستعدادات والتنظيم لمكافحة إسراب الجراد. يذكر بأن إسراب الجراد التي ظهرت منذ شهر نوفمبر 2019 في مناطق محدودة بإقليمي الجنوبي وشمال البحر الأحمر وكذلك في إقليمي الأوسط وعنصبة قد تم إبادتها بالعمل المنسق للشعب وقوات الدفاع والإدارات والمهنيين الزراعيين. دعا حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى سكان إقليم عنسبة عامة ومديريتي أسماط وحلحل خاصة للقيام بأنشطة النفير لحماية التربة وحفظ المياه وصيانة الطرق. وأوضح لدى تفقده رفقة قائد قيادة الجيش الشعبي العميد تخل لبسو من 14 حتى 16 من أكتوبر برامج البناء والتنمية والزراعة في مديريتي أسماط وحلحل، أهمية الدور الشعبي لإنجاح توسيع وتطوير الخدمات الاجتماعية. وذكر المسؤولان بعد تفقد أعمال تشييد طريق هويش وأوروتا وإيرا وجود برنامج لإصلاح المدارس التي اقتلعت عروشها بسبب الرياح والأمطار في أسماط وحلحل. وأشار أثناء زيارة الزراعة المروية من سدود ضاحية عد حزباي بمديرية حلحل إلى جهود توسيع الزراعة المروية باستخدام البذور المحسنة، داعيين المزارعين للإسراع في الحصاد لتجنب مخاطر الآفات الزراعية والأمطار المتأخرة. كما تفقد حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى أعمال صيانة الطرق في مديرية حجاد وأوضاع المزارع والجسر الذي تم صيانته في جلاس ومشروع مياه عد عمر وعيادة كرمد الجاري صيانتها. وأشاد بالمشاركة الشعبية في برامج التنمية.
تبذل جهود حثيثة لتطوير الخدمات الصحية في مستشفى بارنتو المرجعي من حيث الأجهزة الصحية العصرية والكادر الصحي. وأوضح المدير الطبي للمستشفى الدكتور تاميت استيفانوس لوكالة إيرنا بأن المستشفى ظل يدخل تدريجيا سبل معالجة الأمراض التي تتطلب الطب العالي، لذلك المواطنين يحصلون عن قرب وبدون عناء على خدمات متكاملة. وأشار الدكتور تاميت إلى إدخال أجهزة حديثة وعصرية خاصة في هذه الآونة الأخيرة في أقسام الجراحة والمختبر الطبي وطب العيون والأسنان والأشعة والعلاج الطبيعي، مما ساهم ذلك في اختتام عمليات إرسال الحالات النادرة التي كانت تتطلب خدمات التفحيص الطبي والعمليات الجراحية إلى أسمر العاصمة. وذكر الدكتور تاميت بأن المستشفى يعمل لرفع قدرات الكادر البشري إضافة إلى تطوير الأجهزة الطبية، حيث يساهمان كلاهما في تقليل الضغوطات التي كانت تواجه المستشفيات المرجعية الوطنية. في الختام أوضح المدير الطبي لمستشفى بارنتو المرجعي الدكتور تاميت استيفانوس وضع برامج تنفيذ في القريب العاجل بمضاعفة كفاءة مستشفى بارنتو المرجعي، وخاصة تطوير أعمال قسم العمليات الجراحية وكذلك توسيع أنشطة طب الأسنان، داعيا إلى تأمين متطلبات الدم وضمان سلامة الأم والجنين وتعزيز مساهمات أهلية ورفع دور شركاء العمل. أوضح السكان بأن السدين المشيدين في مهداف وقبقب يساهمان في استقرار حياتهما المعيشية لامتلائها بالمياه نتيجة قذارة الأمطار هذه السنة. ويعمل السدين اللذين شيدا بتكلفة أكثر من 6 مليون نقفة، ويحجز كل منهما أكثر من 120 ألف متر مكعب من المياه لسد احتياجات السكان والمواشي من المياه وري المزارع. وذكر السكان معاناتهما السابقة للحصول على المياه من أماكن بعيدة، مؤكدين بأن السدين يساهمان لتجميع لوقوعهما في أماكن الترحال. وأفاض عضو مكتب وزارة الزراعة في مديرية أفعبة المهندس كفلاي رزني أن السدين أحدثا تغييرا ملحوظا في التنوع الأحيائي. ودعا السكان لبناء المدرجات والحواجز لحماية السدين من الطمي. قام سكان ضاحية كلولع في مديرية مندفر بتنظيم نفير لصيانة طريق كلولع عدي بلاي الترابي، مستفيدين من الدعم الآلي المقدم من إدارة المدينة. وأفاد مراسل إيرنا بأن السكان قاموا بإصلاح الطريق الذي جرفته السيول وعاق حركة مرور السيارات. وأوضح أحد السائقين المشارك في النفير إن السيارات كانت تواجه صعوبة للمرور على الطريق، مؤكدا على المشاركة الشعبية في البرنامج الذي يوضع لحل دائم للطريق. ويربط طريق مندفرة عدي بلاي قرى عدي أمانئيل وأرقة مخرام ونوح زبان وكدجرة وشحا. مشاهدينا فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأخبار على الصعيد العالمي، ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. كشفت وزارة العدل الأمريكية أن الولايات المتحدة وجهت اتهاما إلى 6 عناصر في الاستخبارات العسكرية الروسية بشن هجمات إلكترونية في العام استهدفت خصوصا شبكة الكهرباء في أوكرانيا والانتخابات في فرنسا العام 2017 والألعاب الأولمبية العام 2018. وقال جون ديمرز مسؤول الأمن القومي في وزارة العدل في مؤتمر صحفي إن العناصر ال6 متهمون بشن سلسلة هجمات معلوماتية هي الأكثر تدميرا وتسببا باضطرابات تنسب إلى مجموعة واحدة. ويتهم هؤلاء القراصنة بأنهم نفذوا عملياتهم بين 2015 و 2019. ويقول القضاء الأمريكي إن عملياتهم الأولى تمثلت في هجوم على شبكة الكهرباء في أوكرانيا. من جهته أكد مصدر في وزارة الخارجية الروسية أن الاتهامات البريطانية والأمريكية لروسيا بضلوعها في هجمات سيربانية بما فيها على منظمي أولمبياد طوكيو لا أساس لها من الصحة.
أجرى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا جولة مفاوضات جديدة بشأن العلاقة التجارية بينهما بعد بريكسيت، والتي باتت تواجه طريقا مسدودا ومخاطر عدم التوصل إلى اتفاق، وهو أمر قد يترك آثارا كارثية على الاقتصاد الذي يركز تحت أزمة كوفيد-19. وقد أطلقت الحكومة البريطانية حملة لتقديم المعلومات أبلغت فيها الأنشطة التجارية بأن الوقت يضيق، وتطلب منها الاستعداد لفصل جديد معقد من المبادلات التجارية عندما تنتهي المرحلة الانتقالية لما بعد بريكسيت في نهاية العام باتفاق أو من دونه. والمفاوضات التجارية البطيئة أساس تعرقلت حين طالبت الدول الأعضاء 17 في الاتحاد الأوروبي لندن بتنازلات مؤكدة في الوقت نفسه رغبتها في مواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق تبادل حر قبل السنة المقبلة حين يتم وقف العمل بالقواعد الأوروبية. لكن لندن رفض ذلك مشترطة لمواصلة المفاوضات الحصول تغيير جوهري في المقاربة من جانب الأوروبيين. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد استقباله رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في باريس على أهمية مواصلة الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب ومواجهة التحديات التي تؤرق بغداد وعلى رأسها تنظيم الدولة الإسلامية. وعبر الرئيس الفرنسي عن دعمه لسيادة العراق ورفضه التدخل الأجنبي في شؤونه، وشدد عقب اجتماع في باريس على أهمية مكافحة الإرهاب. ويأتي الاجتماع بعد زيارة الرئيس الفرنسي للعراق في سبتمبر، عندما عبر عن دعمه لسيادة العراق وقال أن التحديات الرئيسية للعراق تتمثل في تنظيم الدولة الإسلامية والتدخل الأجنبي في شؤونه. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية أنه خلال زيارة الوفد العراقي لباريس تم التوقيع على 3 مذكرات إعلان نوايا في مجالات النقل والزراعة والتعليم. وكان الكاظمي قد استهل جولة أوروبية تشمل كلا من فرنسا وألمانيا وبريطانيا. أطلقت السلطات الأمريكية تحذيرا من موقع تسونامي بعد تسجيل زلزال قوته 7.5 درجة بجزر الواشيان التابعة لولاية ألاسكا الأمريكية. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزال قوي بلغت شدته 7.5 درجة وقع جنوبي جزر الواشيان في ألاسكا، مما أدى لإطلاق تحذير في المنطقة من حدوث موجات مد عاتية تسونامي. وقال المركز الأمريكي للتحذير من موجات المد العاتية تسونامي إن الزلزال الذي جرى تسجيله في البداية بقوة 7.4 درجة أدى لإطلاق تحذير من تسونامي في مناطق ساند بوينت وكلاود باي وكودياك التي يقطنها عدد قليل من السكان. ختام النشرة، إلى اللقاء.